الله وبركاته. من الآداب والسنن التي لا تكلفنا جهدا كثيرا، وهي من المقربات المهمة، لا أقول على رأس المقربات، ولكن هذا الذي أنا أقوله الآن من الأعمال القربية التي لها دور كبير في تقريب العبد إلى ربه، ألا وهو إطعام الطعام. مرة إنسان هو يأكل طعاما طيبا، يبحث عن طعام طيب، يطبخ بيده أو عن طريق غيره طعاما، هذه للشهوة، ولكن أن يقوم الإنسان بهذا العمل للغير، هذا العمل من المقربات إلى الله عز وجل. وبعض المؤمنين يتفق أنه يشتري طعاما لذيذا، يطبخ طعاما لذيذا يقدمه للضيوف، يتعمد أن لا يتهنأ بذلك الطعام، يخشى على قصد قربته، يقول غيري ليأكل وأنا أكتفي بما هو أقل من ذلك، حركة جيدة. وتعلم أن بعض الناس عندما يدعو الناس إلى بيته يريد ذاته، يريد أن يفرج همه، يريد أن يتحدث، يريد أن يضحك ويمرح، لوحده لا يمكن يدعو الناس إلى بيته. الهدف هو يريد أن يتسلى، ولكن على حساب المؤمنين، هذه لا تنطلي على عالم الغيب. أخلص النية فإن الناقد بصير. ولهذا في سورة الدهر هذه الآية تعرفونها، الذي جرى على علي وفاطمة، وهنيئا لخادمتهما فضة عندما صاموا جميعا لبرء الحسن والحسين ويطعمون الطعام على حبه، مسكينا ويتيما وأسيرا. هذه الآية فيها محطات للتأمل. الآن المسكين واليتيم متوقع يكونا مسلمين، وإن لم يكن بالضرورة، قد يكون مسكينا كافرا وقد يكون مسلما، واليتيم كذلك. ولكن الأسير في زمان النبي لا يعقل أن يكون مسلما، يعني أمير المؤمنين وفاطمة وفضة على رواية قدموا هذا الطعام لغير المسلم، غداء الطعام إفطار الصائم. وخاصة إذا أخذنا بالترتيب، يعني كان الصوم في اليوم الثالث من دون طعام، هذا الطعام كان سهم الأسير، يعني في قمة الجوع. هنا وقع بحث بين العلماء، ما